اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في مصر وبره مصر، بصحة وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ فيديو النهاردة ونشوف هنعمل ايه. النهاردة هنعمل القرص الطرية. طبعا معانا كوباية سمنة، كوباية الا ربع سكر، ومعلقة كبيرة خميرة هندوبها في اللبن وهنتركها شوية كده ايه تتنشط، وبعد كده ايه نكبها على الدقيق طبعا، وهنكب كوباية السمنة، ومعانا ورقة بيكنج باودر، المجادير، كيلو دقيق، معلقة كبيرة خميرة، ورقة بيكنج باودر هنحطها كلها طبعا. معانا كوباية سمنة كبيرة، معانا كوباية الا ربع سكر، ومعانا طبعا لبن هنعجن باللبن، هنحط ذرة ملح، وهنشكل بالسمسم طبعا. كبينا ورقة البيكنج باودر على الدقيق ونخلطه كويس، ونحط السكر برضه، دول كوباية الا ربع سكر، بس مش كوباية كبيرة، كوباية صغيرة. معانا كوباية السمنة الكبيرة دي كوباية سمنة بلدي. هنخلط الخليط كويس خالص كده ببعضيه كده لحد ما الدقيق يبقى مع السمنة، الدقيق يشرب السمنة كده كويس، نبسه كويس يعني ببعضيه زي ما انتم شايفين كده. طبعا عرفت المقادير: كوباية معلقة خميرة كبيرة، كيس بيكنج باودر، كوباية سمنة، كوباية الا ربع سكر، وطبعا الخميرة خلاص اتفعلت كده هنكبها على الدقيق، وهنحط اللبن بالطلب. احنا مش هنعاير اللبن، هنحط ايه على حسب الدقيق ما هو عايز لبن هنحط. كمية اللبن اللي في الحلة دي انا كنت غليها قبل كده، بس الوقت كنت حاطاه في التلاجة وما دي تعمل بيه دفيته دفية كده بسيطة، يعني دفيته دفية، مش يعني غليته ولا سخنته ولا حاجة، دفيته كده يعني هيبقى دافي كده. واحط ايه الكمية اللي انا عايزاها، يعني اللي في الحلة دول حوالي كيلو ونص، يمكن هاخد منهم حوالي ايه نص كيلو او كيلو الا ربع من اللبن هعجن بيه. انا مبحبش اعاير بكباب ولا حاجه طبعا، لان الدقيق ده بيفرق عن ده. ده دقيق عادي انا معايا في البيت، ما مشترياش يعني مش بتاع مخبوزات ولا حاجه، دقيق غله عاديه انا طحنينه عندنا وبخبز بيه. طبعا انا دي حته زيت نخلي نلم بيها العجينه زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده العجينة لمت معانا وبقت حلوة، هنسويها كده ونسيبها ايه ترتاح شوية، وبعدين ايه نشتغل بيها. احنا ما نسيبهاش تخمر في الدورة ولا حاجة، هنريحها خليها ترتاح شوية كده، وبعد كده نبدأ تقطيع فيها. سويناها خلاص، طبعا انا هسيب خلاص سيبناها ريحت شوية، وبعدين نبتدي نقطعها قرص. طبعا البيت ما انا اخر ما اخلص خالص بيقولك حط اللايك، ابني بيقول حطوا لايك، عشان خاطر ابني حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. يلا يا جماعة حطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد مني. القناة هتكبر بيكوا ومعاكوا، احلى جمهورية في الدنيا، احلى متابعين في الدنيا، ربنا يخليكوا ليا ويديمكوا نعمة في حياتي. طبعا هنعمل القرص كله نسوي بعضيه كده. انا عامله نص كوبايه ميه وعليها كام معلقه سكر كده، ودوبناهم في بعض، وهنسوي بهم القرص كده من فوق عشان ياخد السمسم.
زي ما انتوا شايفين كده. انا بدل ما ادب على حاجه انا بدب على ايدي كده بسرعه بسرعه كده وما نخلص، عشان نخلص بسرعه. زي ما انتوا شايفين هي العجينه طريه وحلوه وهشه، ما واخداش طبعا لما ارتاحت ما واخداش دب ولا اي حاجه، بتفرد معاك بسرعه. هنقطع كل الكميه على نفس الكلام طبعا، وهندهن وش القرص بالميه والسكر كده، عشان ايه؟ عشان نحط عليه السمسم، قام السمسم يلزق فيه. هنقول المقادير تاني: معلقه خميره كبيره، كيس بيكنج باودر، كوبايه سمنه، مع كوبايه الا ربع سكر، وذره ملح، وكميه اللبن خدت حوالي نص كيلو او كيلو الا ربع لبن معايا على الكيلو الدقيق. لازم العجينه تبقى طريه وحلوه وهشه كده، عشان ايه؟ تفرد معاك وتبقى حلوه وتبقى قلبها طري وحلو. احلى قرص هتاكليها كده بالشاي باللبن، بالليل بالنهار. تبقى حلوه خالص في الفطار طبعا. الكبات ما خلصت كده خلاص. حلو بيت القرص. خمرت معايا بقت حلو كده، وحطيناها في الفرن. الكمية دي كمية الكيلو دقيق عملنا بيها الكمية كلها دي. زي ما انتوا شايفين صينية كبيرة، صينيتين صغيرين، احلى قرص دايب دوب وطعمه حلو خالص. حلو للفطار وحلو لو حب يعني تبقى تنام خفيف للعشاء. احلى قرص طرية. حطوا اللايك يا جماعة واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد مني، عشان القناة تكبر بيكوا ومعاكوا. احلى قرص طرية زي ما انتوا شايفين. بصوا محملش، طرية وهشة من في قلبها من